بيتكرر في مصر، بيتكرر في كل العالم، ولكن عندنا بيبقى موضوع صعب ان احنا نتكلم فيه، لان المجتمع ما بيقدرش يتقبل حكاية زنا المحارم، ولكنه واقع. اذا كان زنا المحارم كان ممكن نعدي فوق الموضوع، لان الموضوع زي ما بقول لكم حتى صعب عليا في تقديمه شخصيا، ولكن الموضوع ان الناس بتطلب وبتستغيث بوزير الداخلية عشان يحميها. نعرف الحكاية من الاول بدل ما انا قاعد اقول لكم الغاز. مدام سميرة، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ معتز. منورة محطة الله مصر. يخليك يا استاذ معتز. صابرين، ازيك يا صابرين؟ الحمد لله كويس. عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. صابرين، احنا قررنا واتفقنا وان احنا صابرين تحط على وشها زي ما يكون اسدال، زي ما يكون حاجة، عشان الموضوع كفاية اللي حصل، ما يبقاش اللي جاي اصعب من كده. مدام سميرة، اخلي صابرين تحكي ولا حضرتك اللي تحكي ولا مين يحكي؟ لو حضرتك اتكلم عشان هي برضو بتحرج تتكلم، وبعدين صوتها برضو بتبقى محرجه من الموضوع اللي بتتكلم. لو عايزه تتكلم برضو مفيش مشكله. ها صابرين، تتكلمي ولا ماما تتكلم؟ عادي اللي يعجب حضرتك. تتكلمي وماما تكمل. اتفضلي. حضرتك كانت ماما بتعزف ابن عم بابا في بني سويف. فبابا كان معاها وداها وجه. المهم في اليوم ده قال لي روحي ولاد عمك هناك في بيت العيله بيسالوا عليكي وكده. فروحت قعدت معاهم عادي وجيت. رحت على الساعه 10 بالليل وجيت 11:30. فهو جه على 1:30 2 الا. ايوه. فاول ما دخل عادي يعني كل يوم يعني. فحطي لي ياكل، حطيت له كل وشرب الشاي وكده. فهو احنا متعودين ان احنا تعالي جنبي يا بابا، عامله ايه مع خطيبك كده. كان عندك كام سنه؟ لا ده حضرتك الكلام ده من شهر ونص. من 27/4. فحطيت له الاكل بعد ما كل وشرب شاي وكده، تعالي جنبي. فجيت فبيقول لي عامله ايه مع خطيبك، قلت له الحمد لله كويسه. فلقيته بقى بدأ اما جيت جنبه بدأ يعمل حاجات مش حلوه. حط ايديه على كتفي وحركات كده برضه تقفشات في جسمي مش حلوه. بس احنا عندنا حاجات قاعده بلدي في الارض كده. فلقيته بيشدني انا كنت قاعده طبعا بيشدني عشان ينيمني على ظهري عليها. فالمهم حاولت بقدر الامكان ان انا طبعا ادافع عن نفسي. فهو متعود هو بيبقى قاعد بيجيب كبرته يحطها عليه. فراح جايب الكبرته دي مطبقها وحاططها على صدري. اصبح دلوقتي ايد متكتفه تحتيه وايد تانية بدافع بيها عن نفسي. وطبعا عشان ما طلعش اي صوت ولا اي حاجه راح حاطط لسانه جوه بقي وبقى كاتم بقي ببقه. بس فبقى ده من شهر ونص. من شهر 27/4. 27/4. ها يعني وصابرين عندها كام سنه دلوقتي؟ 21. 21 سنه. الموقف ده لاول مره؟ هو كان على طول اللي كان بيحصل ان يخليها نايمه، يجي مثلا ينام برضو وراها كده بحركات مش كويسه. يخليها قاعده ويمسك برضو يقفش في جسمها بطريقه مش كويسه. كنت طبعا على طول بزعق انا بسبب الموضوع دوت. كان لو دخلت الحمام شويه برضو يقول لها الفاظ مش كويسه. فاضطريت ان هي لما بقت تحس بكده فاضطريت ان انا بقيت اسيبه ما نمشي معاه في السرير اللي هو بينام فيه، وبقيت انام في حضن بنتي واخدها جوايا. بقى له كام سنه على الحال ده يا هو بقى له فتره حوالي 2 3 على كده. المهم بطلت برضو ان انا انام معاه، بقيت نومي كلي مع بنتي عشان تحميها. عشان احميها. فجيت في اليوم ده كان ابن عمه عندي وعامله له عمليه ورم في المخ وكده، وبعديها قعد تعب شويه وجيت وفى. راح قايل ابن عمي مات وكده، فروحنا لابسين انا وهو ورحنا البلد بني سويف. فبعد ما رحنا بني سويف راح سايبني هناك، قعد حضر الجنازه الصبح وراح ماشي. وسابني انا لتالت يوم، يعني قعدت اول يوم وتاني يوم وتالت يوم. جيت الساعه حوالي 1 الظهر. لقيت الموضوع تطور بقى. فجيت اتاري الموضوع ده حصل بالليل. اللي هو يوم 27 الساعه 1 بالليل، يعني ليله 27. المهم جيت من بره وكده، طبعا هناك ما فيش شبكه في التليفونات خالص. فبنتي اتصلت عليا ما فيش شبكه. فعلى بال ما جيت حوالي الظهر كده بصيت لقيت اختي بتتصل عليا. رحت الميت قلت لها اتبسطتي؟ قلت لها واللي يروح ميت يعني يتبسط؟ انا رايحه ميت. قالت لي طب اتبسطي، جوزك نام مع بنتك. المهم اللي قدرت عليه خدت بنتي في حضني واطمنت الحمد لله عليها وخدتها على بيت اهلي. ما رضيتش اتصل عليه في اليوم ده خالص، قلت عشان ما يجيش يبهدلني. هو متجوز عليكي؟ معايا واحده تاني. المهم اول ما جيت من بني سويف هو اللي فتح لي الباب. لقيت حاجه سودة قدامي، حاجه غامقه. اول ما دخلت راح وشي الغتا جت. المهم دخلت قلت برضه انزل بقى السوق اجيب حاجات وكده.
بصيت لقيته برضه هي كانت لسه نايمه في سريرها، راح داخل ناطط برضه عليها. وفي نفس الوقت اول ما قالت له بس بقى يا بابا، راح اول ما لقاني جنب السرير بصيت لقيته راح ناطط في الارض تاني. المهم لبس وخرج على بره. فلما اختي اتصلت خدت بعضي ورحت واخده البنت ورحت على بيت ابويا في حلوان. رحت متصل على اخوه وعلى اخوه التاني وعلى ابن اخوه وعلى اخته من البلد من بني سويف، وهي اللي كانت مقوماني ممشياني في اليوم دوت. ورحت جايه، خدنا بعضينا وجم طبعا عمامها وولاد عمامها وخاله. رحت واخداه، قلت اطمن على بنتي قبل ما اقعد في بيت ابويا يرجع يقول لي ان كان في حاجه يبقى احنا من عندنا. فاخدتها ورحت كاشفه عليها عند دكتوره، فقلت لها دلوقتي ان هي طمنت عليه طمنت عليها الحمد لله قدام عمامها وقدام ولاد عمها الحمد لله. وعشان ده مش غلط، وعشان ده خد برضو مننا مناقشات كتيره جدا جدا جدا، لقيت ان انا لازم، وللاسف الشديد مش بقول لكم شغلانه رخمه واوقات بتخلي الواحد يعمل حاجات ما ينفعش تتعمل، مضطر اسمع لحضراتكم التسجيل. مضطر اسمع التسجيل بعد يعني غطينا الكلمتين اللي ممكن يجرحوا مسامع حضراتكم. التسجيل اللي سجلته صابرين لابوها، والنيابه ما اعتدتش بيه لان القاضي الجزئي ما كانوش واخدين تسجيل نيابه. نسمع التسجيل يا سمير لو جاهز. بنت انا ابوكي ربنا فوق بيسامح، انت لازم تسامحي يا حبيبتي عشان في الاخر ربنا قال لك تعمل حاجات بنتك، ربنا قال كده. انا خلينا ان انا غلطت، انت ما تسامحنيش. غلطت كل الحاجات اللي كنت بتعملها ديت غلطت فيها مره واثنين وعشرة. يعني انا كفرتك السنين دي كلها بقى اهانه وذل وخناق وقرف، واخرتها كمان عاملني مراتك مش بتنام معايا كمان. كل اللي حواليكي اي حد هيعايرك بالكلام ده يا بابا. اي خطيب بيجي لي بتطفشه، ابو سراح هياخد ده كله، احمد هياخد ده كله، وتخبط ايه ده؟ انا ما شفتش اب كده. معلش يا بابا، الحمد لله اللي هي جت على كده. الحمد لله اللي جت على كده. اخرتها كمان بتقول لهم كنت شارب، وانا اكتر واحده عارفه انك ولا كنت شارب وجاي فايق ولا شارب اي حاجه. والله كنت شارب يا حبيبتي، وانت يا بابا حقك عليا، والحمد لله اللي هي جت على كده يا بابا. انت لو انت في اب بينام مع بناته؟ يا في اب بيعري بناته؟ خلاص ربنا نبهني خلاني فوق. ربنا نبهك، ما نبهكش ليه السنين دي كلها؟ ماشي. ما نبهكش ليه لما اتحبست ربنا؟ لما حصل كده ما هو ما فيش اكتر من كده، عشان كده ربنا نبهني. اقول لك حاجه، انا مش عارفه بعد اللي انت قلت اقول لك يا بابا ولا اقول لك يا ايه. كان ابويا اللي هو ابويا قال لي اللي دي مش بنتي، انا بقى مش عارفه انا بنتك ولا مش بنتك. ما تحطنيش في موقف ان انا اتاسف لك. ان انا اتاسف لك؟ احنا طول السنين شاربين ذل واهانه، كل حاجه شاربينها منك. قول لي عملت لي ايه حلو في حياتي افتكره لك. مش عاوزك تقولي الكلام ده يا بابا، عيب. لا مش عيب، الكلام ده هيضرك بعدين. يضرني؟ انا عارفه نفسي. سيبني بقى اعيش حياتي بقى.